شكلها جمع بس هي مفرد، يعني الكلمة في نهايتها اس الجمع، لكن بتعامل معاملة المفرد والفعل اللي بيجي بعدها بيكون مفرد. زي ايه؟ خد عندك news اللي هي أخبار، mathematics، physics، economics دي مواد دراسية، politics، gymnastics. طب ناخد مثال. The news is pretty good. مثال تاني. Economics is my favorite subject. الاقتصاد بيكون مادتي المفضلة. طيب تعالى ناخد خامس حاجة. خامسا كلمات دايما جمع، يعني هي كلمات في الغالب بتتكون من جزئين، مش هينفع نستخدم كل جزء لوحده والفعل بعدها في صيغة الجمع دايما. زي ايه؟ خد مثال. scissors المقص، trousers البنطلون، jeans pants shorts glasses النضارة. طيب ملاحظ في الأمثلة اللي أنا قلتها دلوقتي إن ما ينفعش نستخدم في الأشياء دي جزء واحد منها، لازم نستخدم الجزئين مع بعض، علشان كده الكلمة دايما جمع وفيها اس الجمع. طيب لو عايزة استخدم المفرد منها بقى أنا هعمل إيه؟ هجيب قبلها كلمة a pair of. مثال I bought a pair of jeans. تمام كده؟ زي الفل.